ده كان شيء يعني كان شيء كويس. وطبعا يعني كل وقت ليه ظروفه، يعني دي ظروف في انتخابات جت بصوره ما يعني بس هي لازم تستمر ان شاء الله في والله احنا عايزين نستمر في خدمه مصر، خدمه البلد، مش في التنافس لمصالح شخصيه وتحقيق ذواتنا بصوره او باخرى. القضيه مش كده يعني، القضيه مش كده. لكن الواحد يعني انا حزين ان الناس يعني الاشاعات والكذب بشكل عنيف الجرايد، بس الاعلام لسه مسيطرين عليها، حاجه غريبه يعني لسه الاعلام المصري مسيطر عليها. انا النهارده كنت في اسمها ايه دي، في قناه النيل الثقافيه. الناس جوه الاعلام جوه الحكومه يشتكوا طبعا ان الناس بعد مجيء مرسي زاد الضغط الاعلامي السلبي اضعاف ما كان قبل كده. مصدره ايه بقى؟ مصلحته ايه؟ لمصلحه مين؟ علشان نوصل لايه؟ انه يخلص بسرعه ويمشي. يعني خلص 4 سنين يعني ولا خلص قبل كده؟ يعني هو انا استاذن حضرتك بس تيجي تميل كده، يبقى اللوحه ورا حضرتك على طول. ايوه ونظر حضرتك يبقى للكاميرا هنا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك لو اتكلمنا عن الظروف الراهنه، حضرتك كنت من اكثر الناس الداعمه طبعا الرئيس محمد مرسي، ووقفت يعني في موقف حيادي، وبعد كده تحول طبعا مساله حسب الترشيح، اخذ الاصوات طبعا بتاع هيئه الترشيح، واصبح طبعا علاقه يعني. بسال سؤال، هل كان في وعد بعد كده بالمنصب ولا كان المساله كلها مجرد؟ انا الحقيقه فوجئت، وكنت وقتها في الدستوريه في التاسيسيه وضع الدستور، وبنتكلم وقاعدين بنتكلم فيما يتعلق بالمواد والمناقشه. فوجئت برساله جايالي من مكتبنا هنا ان حد من مكتب الوزير اتصل وبيسال عنك وعايز تليفونك. فقلت لهم ادوا له التليفون. اي وزير؟ الدكتور هشام. فاستغربت لهذا، وبعدين قلت لهم ادوا له التليفون. جات لي بعد كده رساله ان مكتب معالي الوزير متصل وعاود، فرديت على الاتصال فقالوا انه الدكتور هشام عاوز يقابلك. كنت انا ساعتها الساعه 1 الظهر، الميعاد كان 5:30، رحت 5:30 مباشره. خرجت من الدستوريه الى الدكتور هشام، قعدت معاه حوالي 35 دقيقه. كان الكلام عن يعني المؤهلات الشخصيه، وعن يعني وزاره الاوقاف، وده لقاء تشاوري يعني ليس وعدا بشيء ولا ترشيحا، لكن ده لقاء تشاوري. شوف يعني ايه فكرتك عن هذا المكان، وكيف يمكن ان تكون لك خطه لتطويره او خطه يعني النهوض به. ايه اهم العقبات اللي ممكن تواجه في هذا الاتجاه. طبعا انا فاهم ان وزاره زي وزاره الاوقاف فيها قضايا كبيره وفيها مسائل يعني لا يمكن بحال واحد عاقل يعني يقبل ان هو يدخل فيها بالطريقه التي يروج لها الاعلام الان. دكتور محمد يسري هيروح يهدم القبور والاضرحه، كلام غير معقول ولا منطقي، ولا هو يفضي لنتيجه ايجابيه في اي اتجاه. القبور والاضرحه اللي موجوده في بلدنا بقى لها 1000 سنه، 1000 سنه وزياده عن 1000 سنه. محمد يسري هل بامكانه ان هو يجي ويعمل ده ليه اصلا؟ يمكن عشان فتاوى السابقه يعني. مفيش فتاوى ليا في هذا الاتجاه، انما الفتاوى يعني دي فتاوى علماء الازهر، ليس من ضمنه فتوى للدكتور محمد يسري، من ضمنه فتوى للدكتور زقزوق. لا يعني وزير الاوقاف السابق الدكتور زقزوق، وهو وهو في خدمته كوزير كانت ليه فتوى دي منقوله. فضيله الدكتور نصر فريد واصل وهو في خدمته كمفتي للديار في فتوى دي منقوله. وبعد كده فتاوى من اول الامام محمد عبده لغايه بطلان الصلاه في مسجد فيه قبر ولا الكلام عن المنكرات المحيطه بهذه القبور. هي القبور في ذاتها مشكله، المشكله في المنكرات المحيطه.
الناس اللي بتندر لهذه القبور، والناس اللي بتطلب من هذه القبور أو من المقبورين، والناس اللي كذا، مع وجود حالة من الجهل. لا يستطيع واحد، لأن ده موضع إجماع مشايخ الأزهر، واحد يقول إن اللي بيحصل ده كده بشكله وبحاله وبوضعه سليم 100%. لا، مشايخ الأزهر من لدن الشيخ محمد عبده إلى يعني فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار، إلى الشيخ محمد سيد طنطاوي، المفتي الحالي كل هؤلاء خلفية صوفية. حتى ولو كان المفتي الحالي خلفية صوفية، هو أيضا لا يقر هذه المنكرات المحيطة. يعني هو في النهاية هيقول إنه هذه القبور لبعض أولياء الله الصالحين، وأن هؤلاء إن كانوا من آل البيت فلهم منزلة، إن كانوا من الصالحين فلهم منزلة. لكن هل سوف يقول بإباحة ما يجري حوالين الشيخ مثلا عبد المجيد سليم، الشيخ حسن مأمون، الشيخ أحمد حسن الباقوري، دول متكلمين عن المآسي والمخازي اللي كانت بتحصل في عهودهم وأزمنتهم حول هذه القبور وأثناء هذه الموالد. طبعا ده معلوم، يعني ده مش حاجة. ومع هذا ما استطاعتش هذه الكلمات انها تغير. فهل يتصور ان محمد يسري اذا جاء هيقدر يغير هذا؟ لا، احنا علينا ان ننصح، ان نوجه، ان ندعو الى الله. وهذه مش هي دي القضية المحتقنة او القضية الحالة او الحرجة او الحساسة او الماسة اللي واحد زي هينشغل بيها اول ما ينشغل. هؤلاء الدعاة المهمشين الفقراء المحتاجين للدعم، مش الدعم المادي بس، الدعم العلمي والفني اللي يخليه يبقى قادر على قيادة الجموع، اللي يخليه واجهة تمثل الإسلام، اللي يخليه شخصية متعاملة مع الوسائل الحديثة، اللي يخليه واحد قادر على إنه يتعامل مع الحاسب الآلي، اللي يخليه قادر إنه يتعامل مع اللغات، اللي يخليه قادر لما يجي واحد غير عربي إلى مسجده أو غير ناطق بالعربية إنه يعرف يتواصل معه ويوصل له القضية اللي هو عاوز يبلغها. الإمام ده هو اللي بلاش كده، أسر هؤلاء الأئمة محتاجين إلى رعاية ضخمة. يعني بيبقى عندنا يعني 200,000 مسجد وفي 90,000 إمام مثلا في هذه الوزارة. الجيش الضخم ده مش محتاج إلى عناية ورعاية؟ أعتقد إن الأئمة دول لو كانوا خدوا حقهم وحظهم من التوجيه والعناية والتأهيل والتدريب وإلى آخره، كانوا يقدروا يغيروا وجه مصر كلها، ويبقى المسجد المكان اللي احنا نبقى بنهفو إليه، مش لمجرد أداء ركعات ونمشي، لا، لأنه منتدى ومكان للتثقيف ومكان للتربية ومكان للتعارف ومكان للتآلف ومكان لحل الخصومات، زي مكان المسجد. دور زي مكان للسياسة؟ لا، مش مكان للسياسة. وإذا دخلت السياسة جوه المسجد هتبقى أهواء وتفرق الناس. يعني أنت دلوقتي حتى الإسلاميين مش هم أحزاب دلوقتي؟ لما يبقى حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة وحزب كده جوه الجامع، هيبقى إيه الشكل؟ حضرتك تقدر تمنع لو يعني مسألة دي السياسة في المساجد؟ طبعا، دي مسألة لازم ننبه عليها ولازم نمنعها، لأنها في النهاية هتؤدي إلى إضعاف رسالة المسجد، هتؤدي إلى أن المسجد يتحول إلى مقهى. الناس بتتكلم في كل واحد بيقول رأيه وكل واحد بيقول فكره وكل واحد بيقول كذا، وتتعارض الآراء وتتشاكس الأهواء وتتعارض المصالح، يتحول المسجد إلى مكان للفتن مش مكان للهداية والنور. إنما خد بالك إن في جانب مثلا الانفراد مثلا هتعمل فيه إيه؟ عمل فيه إيه؟ الشيخ حازم مثلا هل تقدر تسيطر على مسجد بهذا الحجم أو هذا الجمهور؟ أنا عايز أقول حاجة. يعني خلينا نفرق بين جانبين. جانب ان انا عندي توعية في الجانب السياسي، ده مفيش مانع ان انا احطه في الجامع واقوله في الجامع، لما اقول للناس والله انه الاحتكام للشريعة ده من اصول ديننا، الدستور المصري والتقنينات اللي هتنبثق عنه بمشيئة الله تعالى. بس على الشؤون الاسلامية هيتم تفكيكه او تطويره او ما اعتقدش انه يعني ما جاش ذكره، لكن ربما يكون في حاجة يعني
خلال القوانين هتيجي بعد كده ومن خلال مجالس الشعب المقبله الجايه. الحكومات السابقة برضو كانت بتتميز بان هي انتقالية، وبالتالي ما كانش وزير الأوقاف بيعتمد على ان هو يعمل مشاريع خمسية أو عشرية، ولكن الوزارة الجاية هي وزارة بينظر ليها الشعب كله على انها الوزارة اللي هتحقق أحلامه. فعايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق ما بين وزارتك والوزارات السابقة، وازاي ممكن تحقق للشعب أملهم في وزارة الأوقاف؟ والله إن الوزارة القادمة هي اللي تحقق أحلام الشعب دي مرهونة بأمور. الأمر الأول إن الشعب يقف خلف الناس اللي هتيجي كتنفيذيين في هذه الوزارة، وما لم يقف الشعب داعما ومساعدا ومعاونا التنفيذيين دول مش هيقدروا يعملوا حاجة. الحاجة الثانية التعويق الضخم الهائل اللي موجود على الأرض الآن ده كيف يمكن التعامل معاه؟ ده في ناس عازمة وقاصدة ومتقصدة إنها تفشل أي عمل موجود على الأرض. دول ملء السمع والبصر. افتح حضرتك التلفزيون تعرفهم، افتح حضرتك الجرايد تشوفهم، اسمع حضرتك ما يقال وما يكتب، هتجد ان انت في حالة من التخويف والتفزيع والتفشيل ومحاولة التشويش والتشويه على اي طيب احنا عايزين نوصل لايه؟ احنا عايزين نخدم البلد ولا عايزين نمشي في عكس اتجاهها؟ عايزين نطلع بيها للامام خطوه ولا بنردها للخلف خطوات؟ الركائز والمشاريع وكذا مرهونه الحقيقه بان يبقى عندنا حاله وفاق وحاله واتفاق على خارطه الطريق واتفاق على اولويات في كل مرحله من مراحلنا، وده يبقى لازم موجود في المجتمع. وطبعا لو في حد من الاسلاميين متعجل اصلاح لازم يتأنى، ولو في حد شايف ان هو هيغير الدنيا بجرة قلم يبقى واهم، واللي ما عندوش سياسة النفس الطويل مش هيقدر يبقى في الميدان. فلابد ده يبقى موجود في الطرف ده. الطرف الاخر يكون عنده قدر من الانصاف، قدر من النظر لمصلحة البلد، قدر من الانتماء لهذا الوطن، قدر من الاتفاق مع كل اللي عايشين على الارض ان احنا كنا في عهود فاسدة بائدة سيئة، وإن إحنا بننتقل إلى عهود نرجو إنها تكون أفضل. دع عنك المشروع الإسلامي وما كذا، على الأقل الجانب الوطني. كل واحد فينا حريص إن بلده تبقى أحسن بلد، كل واحد فينا حريص إن يبقى مقومات العيش الكريم موجودة ومتوفرة، كل واحد عاوز يبقى آمن على نفسه وعلى أولاده. مش عايزين إحنا ناخد بإيدينا البلد إلى حافة الهاوية أو إلى مرحلة الانفجار، وبعدين نقول والله ده كانت غلطة الدكتور مرسي، لا ده كانت غلطة الدكتور أنديل، لا دي كانت غلطة الدكتور فلان، وفي النهاية احنا اللي هنخسر. وما زلنا احنا بنخسر لغاية دلوقتي، ما زلنا بنخسر اقتصاديا ونخسر معنويا، وبتواجهنا أزمات وبتصنع أزمات. السيناريو اللي بيقول انه احنا هنفضل نضغط كده والبلد تتراجع وكذا 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 لغاية لما يكفر الناس بهؤلاء الذين جاءوا إلى سدة الحكم. طب مين البديل؟ وهل في بديل جاهز؟ يعني هل في بديل وطني جاهز؟ ولا أنتوا عايزين تفرضوا على الشعب مرة أخرى الفساد الذي تمثله نفس الرؤوس والرموز القديمة؟ ما خلينا منطقيين، خلينا واقعيين. يعني أنت دلوقتي ماشي، هؤلاء أصحاب المشروع الإسلامي بكل أطيافهم عليهم ملحوظات ولا يصلح. طيب فين البديل؟ فين البديل المرضي؟ ولو في بديل، البديل ده هيشتغل لوحده وبمعزل عن من يسمون بالإسلاميين، ولا لازم أتعاون معاهم؟ طيب أبقوا للود مجالا، أبقوا للمصلحة الوطنية مجالا. يعني في النهاية ما هو الوطن ده مش لفئة، ما هوش لفئة، مش للسلفيين ولا للإخوان ولا للأزهريين ولا للليبراليين ولا للكذا ولا الكذا ولا الكذا، ده للكل. فإحنا لما هنقعد نعمل كده طب هنوصل لإيه؟ أين ينظر العقلاء؟ يعني عايزين نوصل لإيه؟ طب دي تجربة بدأت، هل يمكن حتى ان احنا نسيبها تاخد فرصتها؟ بلاش نعاونها حتى، هل ممكن نسيبها تعدي؟ ولا المسألة لا مش هتعدي؟ طب لما مش هتعدي البلد هتعدي؟ ما هو الشعب لازم يعي ويدرك ان اللي بيحصل ده ضد مصلحته، اللي بيحصل ده مش هيقدمنا لقدام، ده هيجيبنا لورا، واحنا فعلا بنتراجع.
في قرارات تتخذ ما بتنفذش. ليه؟ لأن في ممانعة داخلية، في تعويق داخلي. زي احنا ما كناش حريصين على ان بلدنا تتقدم، مين اللي هيحرص؟ هل نتصور ان الحرص هيجي من بره مصر؟ ولا في النهاية هناخد البلد دي للانشقاقات والمواجهات وللاحتقانات وبعد كده للانقسامات؟ هل تستقيل من هيئة لو وليت الحقيبة؟ نعم. تستقيل من هيئة شرعية للإصلاح الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ده عبارة عن تكتل من الاتجاهات الإسلامية كلها. وجودي وعدمه لا يؤثر في مسيرة هذه استقيل يعني. أنا الحقيقة هطرح استقالتي أمام مجلس الأمناء على طول بمجرد ما يعني يحصل ترشيح ويستقر أو يعلن الدكتور هشام قنديل أن أنا في هذه الوزارة، أحط استقالتي أمام مجلس الأمناء، هم اللي ياخدوا قرار. إذا رفضوا الاستقالة؟ إذا رفضوا الاستقالة فما أستطيعه بما لا يخل بواجباتي كمسؤول في هذا الموقع أقدمه. لم يمكنني الجمع بينهما، يبقى مكاني في الوزارة هيكون مقدم والمصلحة أعم. حضرتك برضو سبق وذكرت ان في تخويف اعلامي دلوقتي من الدعوة الدينية الاسلاميين، فهل برضو من ضمن التخويف دوت ان تسيطر الدعوة السلفية على المساجد؟ فهل حضرتك في تطمينات ولا؟ انا عايز اقول حاجة، احنا دلوقتي مش في الزمن اللي يقال الدعوة السلفية هتسيطر على المساجد، ولا الدعوة الإخوانية هتسيطر على المساجد، ولا الدعوة الأزهرية هتسيطر على، ما عادش الكلام ده موجود. بلدنا بقى فيها هامش حرية واسع جدا، بحيث ان كل متكلم قادر ان هو يقول كلمته في مكان ما. اللي كان عاوز يتكلم في المسجد هيجد مسجد ما يتكلم فيه، واللي كان عاوز يتكلم في الفضائية هيجد فضائية ما يتكلم فيه، واللي مش هيتكلم هنا ولا هنا هينصب كاميرا زي اللي منصوبة قدامي الآن وهيتكلم، وهيحط كلامه ده على النت وهيحطه في الفضائية وهيحطه هنا وهيحطه هنا وهيحطه. فما عادش يعني الدنيا بتتغير، ما بقتش القضية قضية ان انا مشكلتي في الدنيا ان انا ممنوع من الخطابة. على فكرة انا ما اتمنعتش من الخطابة قط، ومعايا تصريح خطابة من سنين طويلة في وقت ما كانش كثير من اساتذة الازهر معهم هذا التصريح، وكنا بنؤدي في ذلك الوقت كما نؤدي الآن. فأنا مش عايز أقول إن قضية المنع من المساجد والحضور في المساجد وإن السلفيين هيبنوا المساجد القضية دي، بالعكس أنا أعتقد إنه الضغط على المساجد، ضغط الدعوة على المساجد قل كثيرا بعد الثورة. ضغط السلفي أو النشاط السلفي في المساجد قل كثيرا بعد الثورة للانشغال بأبواب أخرى فتحت ما كانتش مفتوحة. فبالجملة المساجد الآن بتشتكي من قلة الدروس. أنا واحد كانت ليا دروس في الفترة السابقة، دلوقتي ما بقتش، لانشغالات كثيرة والاعتبارات كثيرة. فمسألة إن فريق يسيطر على المساجد دي غير واردة تماما. بالعكس، ده احنا عايزين الناس ترجع إلى المساجد وعايزين النشاط يعود إلى المساجد، لأن المساجد خف العمل الإسلامي فيها كثيرا، وبقت في آليات أخرى بتؤثر وبتستعمل وبتشارك في صناعة الوعي وتثقيف الجماهير. من ضمن ما ذكرت برضه في حديث حضرتك آخر سؤال من ضمن ما ذكرت برضه في حديث حضرتك ان في معوقات دلوقتي بيصنعها البعض امام الدكتور مرسي وامام خطواته للاصلاح. ايه هي المعوقات ديت ومين اللي بيقف وراها؟ احنا جاوبنا على السؤال ده كثيرا. الاعلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بيعمل ايه؟ هل هو داعم للدكتور مرسي؟ لما تجيبي صفحة كده جريدة ما من الجرايد وتقري الصفحة الأولى كده وتشوف المانشيتات الأساسية والأولى، ما الذي تقرأينه؟ أنك تقرأين تحريض للشعب على رئيسه، تثوير للشعب على رئيسه. طب يا إخواننا، ده احنا جينا عن طريق انتخابات، وانتخابات شرعية نزيهة شهد العالم بنزاهتها. طب مش دي الديمقراطية التي نتغنى أو نتشدق بها أحيانا؟ مش ده حكمها؟ مش دي نتيجتها؟ ليه؟ هو لو كان جه أي شخص آخر ما كانش حد يقدر يتكلم. فليه لما جه فلان بقى الكلام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ أنا بقول الإعلام
الممول، صاحب المصالح، المغرض، اللي هو ضد مصلحة مصر، مش ضد مصلحة مرسي، ضد مصلحة مصر. طب احنا دلوقتي لما نقعد نفشل في الرئيس، طب عايزين ايه؟ عايزين نوصل لايه؟ مفيش حاجة واضحة. عايزين نوصل للفوضى؟ عايزين نرجع لعهود الفوضى؟ في مخططات لكده. هل هنمشي وراها وهننساق اليها؟ يبقى احنا مش عقلاء ولا وطنيين ولا منتمين لهذه البلد، سواء كنا بقى اساتذه جامعه، خريجي معاهد عليا، فنيين في صناعه، في تجاره. يعني دي مش وطنيه، ده مش يعني حتى مش نظر للاجيال اللي هم اولادنا. يعني انا دلوقتي قلق على مستقبل ابني اللي في ابتدائي واعدادي وثانوي، كيف سيدخل الى المرحله القادمه، كيف ستكون مصر بعد 20 سنه. اذا انا ماشي بالشكل ده يبقى انا بودي مصر الى الهويه، الى منحدر ما نعرفش تصل فيه مصر الى ايه. اللي بيستفيد من ده الحقيقه وبيتربح منه وبيتكسب منه، الحقيقه بيتكسب من عمل غير وطني وغير شريف. دي قضيه. القضيه الثانيه ما يسمى بالدوله العميقه بقى. الدوله العميقه جوه مصر دولة معاونة ومساعدة ومتابعة، ولا دولة معوقة؟ دولة موافقة ولا دولة مخالفة؟ توجهات اتعدلت ولا لسه على قديمه؟ الثقافات والممارسات والسلوكيات اتعدلت ولا هتفضل على قديمه؟ ما كنا عملنا ثورة ليه؟ عشان نغير الوجوه وتبقى نفس الأخلاقيات والسلوكيات والتصرفات والتصورات عشان نوصل لنفس النتيجة بعد 50 سنة تاني. ربما نوصل لنفس النتيجة بعد 50 سنة ما تكونش مصر بالهيئة والحالة اللي هي موجودة عليها. احنا بنحمد ربنا ان الفترة اللي فاتت كانت فترة استطاع فيها المصريون بفضل الله اولا واخيرا ان هم يخرجوا من نفق مظلم، وكان خطر الفوضى وخطر الانقسام وخطر الحرب الأهلية وخطر التدخلات الأجنبية، كل دي أشياء كانت محدقة بالبلد. وبعدين ربنا كرمنا خرجنا. طيب هنفضل يعني كل ما نطلع خطوة الأمام الناس تجرنا إلى الخلف؟ وبعدين عدت بسلام. المرة الجاية لما ندخل في إشكالات قد لا تمر بسلام. يعني احنا عندنا نماذج حوالينا اهي محيطة بينا، سوريا وليبيا واليمن الله أعلم إيه تاني. مصر بحضارة أبنائها وب يعني تصرفاتهم وسلوكياتهم العاقلة، سواء كانوا الجماهير أو الائتلافات أو الحركات السياسية أو المجلس العسكري، كل دول مع بعض بفضل الله تعالى قدروا يعدوا مع بعض النفق المظلم مع احتكاكات بسيطة لا يخلو يعني عمل سياسي ولا مجتمعي منها. لكن ما عندناش الصورة اللي كانت موجودة في ليبيا ولا الموجودة حاليا في سوريا ولا اللي كانت في اليمن. فاحنا بنحمد ربنا وعايزين نشكره على النعمة دي، وعايزين مصر تبقى رائدة وقائدة. هتبقى رائدة وقائدة ازاي وفي ناس غير وطنية غير حريصة على مصلحة البلد بتدور على تجيبها تاني يعني الى المربع الاول؟ النظام السابق لسه موجود في الهيئات وفي المؤسسات. ما هو ده يعني زي قلنا الدولة العميقة او قلنا كذا، يبقى في بقايا وفي رموز وفي خلايا لا تزال موجودة وفي تصورات وافكار وممارسات قديمة عايزة تتغير وموجودة في وزارة الأوقاف. تنمية مجتمعية وتنمية يعني مستدامة في مجتمعنا، ده هيتأتى ازاي؟ من بعض رموز النظام موجودة في وزارة الأوقاف. أنا الحقيقة صلتي بدواخل وزارة الأوقاف ما تدينيش المعنى ده، لأن أنا أعرف بعض وكلاء الوزارة الفضلاء زي الدكتور سالم عبد الجليل، شخصية متفتحة واعية عالمة ليها بصماتها الواضحة في الوزارة. أعتقد أنها إن شاء الله تعالى بمثل الدكتور سالم وأمثاله هتكون إن شاء الله تعالى مختلفة. وطبعا التفاؤل في هذا لازم يكون هو رائدنا وقائدنا في المرحلة القادمة إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، ربنا يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، كل عام وانتم بخير.